السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل عشاق نادي الاتحاد السعودي حوالين العالم. بنزيما يصل لأرقام لافتة مع نادي الاتحاد بعد هدفه أمام الشباب. طبعا أكيد تابعتوا كلكم مباراة الاتحاد والشباب واللي انتهت يوم 22 يوم الأربعاء اللي فات، واللي فاز فيها نادي الاتحاد بهدفين مقابل هدف لنادي الشباب. أسهم النجم الفرنسي كريم بنزيما في تقديم نادي الاتحاد على ضيفي الشباب بنتيجة 2-1 في الشوط الأول من مباراة الفريقين في إطار الجولة السادسة عشر من منافسات دوري روشن السعودي لموسم 24-25. وتسبب بنزيما في هدف الاتحاد الأول الذي سجله عبد الرحمن العبود عند الدقيقة 32، ثم تكفل بإحراز ثاني الأهداف عند الدقيقة 48 من الشوط الأول، قبل أن يقلص الشباب الفارق بعد دقيقتين عن طريق هارون كامارا. وفي السطور التالية يستعرض لكم وين بعض الأرقام المتعلقة بمهاجم نادي الاتحاد كريم بنزيما بعد هدفه في مواجهة الشباب ببطولة روشن السعودية. بنزيما يؤكد صحوته مع نادي الاتحاد. بعد أن هز شباك الشباب، وصل بنزيما إلى هدفه الثاني عشر هذا الموسم في 13 مباراة خاضها ببطولة دوري روشن السعودي، مع تقديمه 6 تمريرات حاسمة، وهي حصيلة تهديفية تتخطى ما أحرزه في الموسم الماضي بأكمله بالبطولة المحلية، الأمر الذي يؤكد صحوة اللاعب مع الفريق الاتحادي بعد بدايته غير المأمولة. وخلال الموسم الماضي أعرب عشاق العميد عن غضبهم من أداء المهاجم بعد ظهوره بمستوى مخيب للأمال مع النادي الجداوي الذي ظفر بخدماته خلال الميركاتو الصيفي 2023 عبر صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد الإسباني. وبنزيما أيضا أصبح صاحب 37 عاما ثالث أكثر اللاعبين الأجانب تسجيلا مع الكتيبة الاتحادية في دوري روشن طبعا للمحترفين على مستوى التاريخ تاريخيا، وبرصيد 21 هدف، متفوقا على المهاجم المغربي السابق هشام بو شروان. ويعتلي صدارة هذه اللائحة البرازيلي رومارينو صاحب 76 هدف، يليه المغربي عبد الرزاق حمد الله صاحب 52 هدف، ويأتي شروان في المرتبة الرابعة برصيد 20 هدف وبفارق هدف وحيد عن المصري محمود عبد المنعم كهربا والفنزويلي جيلمان ريفاس. وأيضا خلال آخر 10 مباريات لعبها بنزيما مع الاتحاد تمكن من الإسهام في 14 هدف، حيث هز الشباك 9 مرات وقدم 5 تمريرات حاسمة، الأمر الذي يؤكد أهميته الكبيرة في صفوف فريق المدرب الفرنسي لوران بلان. ويذكر أن بنزيما يمتد عقده مع النادي الجداوي إلى غاية يونيو حزيران 2026، وتصل القيمة السوقية الحالية للنجم الفرنسي إلى 8 مليون يورو استنادا إلى بيانات موقع ترانسفير ماركت. كده الملخص كله 44 مباراة لكريم بنزيما، 27 هدف و13 تمريرة حاسمة. أشكركم جدا على حسن المتابعة. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.